بيبدأ الجزء الرابع من الفيلم في جنازة سيزر زعيم القرود، وبيظهر إن قبيلة القرود حزينة جدا بسبب موته. وبعد مرور سنين كتير على موت سيزر بنشوف 3 قرود بيتسلقوا الجبل لحد ما بيوصلوا عند مكان معين بيكون قريب من عش نسر، وبيفضلوا مستنيين لحد ما أنثى النسر بتبعد عن العش، وبعدها بيروحوا عند العش علشان كل واحد منهم ياخد بيضة من بيض النسر. وبنعرف إن ده تقليد بيتعمل في قبيلة القرود، وبيكون موجود في عش النسر 3 بيضات بس. فبيقول القرد نوى لأصدقائه أنايا وثونا إن كل واحد فيهم ياخد بيضة، وده لأن هما لازم يسيبوا بيضة في عش النسر، وده طبقا للعرف بتاع القبيلة بتاعتهم. وبيكون أنايا وثونا متضايقين لأن نوى مش هياخد بيضة، وبالتالي مش هيقدر يحضر حفل الارتباط واللي بيتم فيه الاحتفال بالقرود اللي بلغوا سن البلوغ، ولازم كل واحد فيهم يكون مسؤول عن نسر يتولد على ايده ويربيه لحد ما يكبر. وبعدها بيكون النسر ده مرتبط بيه طول العمر، وبيكون نوى محتار ومش عارف يتصرف ازاي، خصوصا وان هو يبقى ابن زعيم القبيلة والكل مستني ان يتم تنصيبه كولي عهد للقبيلة من بعد ابوه. وبالصدفة بيشوف نوى عش نسر تاني، ولكن العش بيكون على قمة عالية جدا من الجبل، ولكن بدون تردد بيستخدم نوى فرع شجرة وبيبدأ يتسلق الجبل لحد ما بيوصل العش. وفجأة بترجع أنثى النسر وبتهجم على نوى وبتوقعه من فوق الجبل، وبيكون نوى على وشك إن هو يموت، ولكنه بيتعلق في جذع شجرة في آخر لحظة. وبيكون نوى قدر إن هو يحصل على بيضة النسر قبل ما يقع من فوق الجبل، وبعدها بينزلوا كلهم من فوق الجبل وبيستعدوا علشان يرجعوا على القبيلة. لكن نوى بيكتشف إن البطانية اختفت من على ظهر الحصان بتاعه، وبيشوف هو وأصحابه الكائن اللي أخذ البطانية بين الأشجار. وأول ما الكائن ده بيكتشف وجودهم بيجري منهم جوه الغابة، فبيجروا كلهم وراه لحد ما الكائن ده بيسيب البطانية قدام النفق، وبعدها بيدخل جوه النفق ده واللي بيكون بيوصل للناحية التانية من الوادي. ولما بيوصل نوى وأصحابه هناك بيكتشفوا إن البطانية عليها دم وإن هو مش دم قرد زيهم، فبيخافوا وبياخدوا البطانية وبيرجعوا بسرعة للقبيلة. وأول ما بيوصلوا هناك بيكون القرود الصغيرين مستنيينهم وبيكونوا عاوزين يشوفوا البيضة اللي كل واحد فيهم جابها، وبيطلبوا منهم يحكوا لهم عن اللي حصل في رحلتهم. وبعدها نوى بيروح لأمه واللي بتكون فرحانة لأنه قدر يجيب بيضة النسر، وبتطلب منه يروح لأبوه لأنه هو قاعد مستنيه. فبيروح نوى لأبوه واللي بيكون اسمه كورو، وبيكون في البيت اللي بيربي فيه النسور، وبيعرفه إن هو جاهز لحفلة الارتباط اللي هتتعمل تاني يوم، وده لأن هو قدر يجيب بيضة النسر حسب تقاليد القبيلة. وبيحكي له نوى على اللي حصل في الغابة، وبيكون معاه البطانية اللي عليها الدم. وأول ما كورو بيشم ريحة الدم بيقوله إن ده دم بني آدم، وده معناه إن اللي سرق البطانية دي حد من البشر. وبيقول كورو لابنه إن البشر ما انتهوش بعد حربهم مع سيزر وإن هم لسه موجودين، ولكن أغلبهم بقوا متخلفين، وده بسبب الفيروس اللي انتشر في العالم زمان. وبعدها نوى بينزل من بيت النسور وبيجي أنايا وسونا وبيقعدوا معاه، وبيشوفوا كورو هو بيطلب من قرد اسمه أودا إن هو يروح للناحية التانية من الوادي، وده علشان يطرد أي حد من البشر موجود هناك. وبيظهر إن نوى وأصحابه ما شافوش أي بشر قبل كده، ولكنهم بيسمعوا عنهم حكايات من أهلهم. وبيجي الليل ونوى بيحس إن في حد غريب في المكان، فبيدور عليه وبيكتشف إن هي بنت، وأول ما بتشوفه بتجري بسرعة، فبيجري وراها وبيطاردها ولكنها بتقدر تهرب منه. وبعدها بيكتشف نوى إن البيضة اللي معاه اتكسرت أثناء المطاردة، فبيحزن جدا وبيروح لأصحابه وبيحكي لهم اللي حصل، فبيزعلوا عليه لأن الاحتفال مش فاضل عليه غير ساعات قليلة. فبيقرر نوى إن هو يرجع للغابة علشان يجيب بيضة نسر قبل الاحتفال ما يبدأ، وبيركب حصانه وبيمشي مسافة طويلة جوه الغابة. وهناك بيتفاجئ نوى لما بيلاقي جثث قرود لابسة أقنعة على وشها، وبيظهر إن في معركة حصلت في المكان ده. وفجأة بيجي أودا وبيكون مصاب وعلى وشك الموت، فبيتخض نوى من اللي حصل له، ولكن أودا بيطلب منه يهرب بسرعة وبعدها بيموت. وفجأة بيسمع نوى صوت قرود كتير جايين ناحيته، فبيجري بسرعة وبيستخبى بين الأشجار، وبيشوف واحد منهم وهو بيقول لقائدهم اللي اسمه سيلفا إن أودا قتل 2 من قبيلتهم. ولما سيلفا بيشوف البطانية اللي عليها الدم بيعرف إن هي تخص البنت اللي هم بيدوروا عليها، فبيفتكر إن أودا وقبيلته مخبيين البنت دي عندهم. وساعتها بيظهر حصان نوى، ولما سيلفا بيشوفه بيصعقه بالعصاية اللي معاه، فالحصان بيخاف وبيجري وبيرجع للقبيلة اللي هو جاي منها. فبيجري سيلفا والقرود المقنعين ورا الحصان علشان يعرفوا مكان قبيلة القرود ويقتلوا كل اللي فيها. فبيتخض نوى وبيجري وراهم بسرعة، لكنه بيوصل متأخر وبيتصدم لما بيلاقي القرود المقنعين حرقوا قريته، وبيشوفهم وهم بيقتلوا وبيخطفوا قرود كتير من قبيلته. وأول ما نوى بيشوف أمه وأصحابه مقيدين بيروح لهم
بسرعة وبيحررهم، ولكن بيجي قرد مقنع وبيصعقوا بالعصاية اللي معاه، فبتهجم أم نوى وأصحابه على القرد ده وبيسيطروا عليه. فبيجري نوى وبيطلع بيت النسور وبيلاقي أبوه بيحرر النسور كلها علشان ينقذها، فبينضم ليه نوى وبيقدروا إن هم يحرروا النسور كلها. وفجأة بيلاقوا سيلفا قدامهم، فبيهجم عليه كورو وبيشتبكوا سوا في قتال قوي، وبيظهر إن سيلفا أقوى من كورو وبيسيطر عليه. فبيحاول نوى إن هو يساعد أبوه وبيهجم على سيلفا، ولكن سيلفا بيرميه برا البيت. ولحسن الحظ بيتعلق نوى في الخبل قبل ما يقع على الأرض، وبعدها بيجي سيلفا وبيصعقه وبيقع نوى من فوق البيت وبيغمى عليه. وبيفوق نوى تاني يوم وبيلاقي القرية كلها اتدمرت ومفيش أي حد موجود فيها، ولكنه بيلاقي حصانه قدامه وبيلاقي كمان عصاية من اللي كانت مع القرود المقنعين على الأرض. وبعدها بيلاقي جثة أبوه قدامه، فبيقرب منها وهو بيبكي. وبعد ما نوى بيدفن أبوه بيقف قدام قبره وبيوعد إن هو هينتقم من اللي قتله وهيرجع القبيلة بتاعتهم للقرية من تاني. وبيكون النسر واقف وبيودع أبو نوى هو كمان. وبعدها نوى بيركب حصانه وبيروح يدور على القرود المقنعين لحد ما بيوصل للنفق اللي في الغابة وبيشوف آثار أقدامهم، فبيعرف إن هم راحوا للناحية التانية من الوادي. فبيمشي نوى ورا آثار الأقدام لحد ما بيعدي للناحية التانية وبيكمل بعدها في طريقه، وبيلاقي قدامه الوشاح بتاع أمه، فبيعرف إن هو ماشي في الطريق الصح. وبيحتفظ نوى بالوشاح وبيكمل في طريقه لحد ما بيجي الليل وبيبات في الغابة. وبيصحى نوى تاني يوم وبيلاقي النسر صديق أبوه قدامه، فبينده عليه علشان يكون معاه في رحلته، ولكن النسر بيرفض وبيسيبه وبيطير بعيد. فبيكمل نوى في طريقه وبيشوف دخان في مكان بعيد، فبيروح ناحية المكان ده وفجأة بيقع جوه فخ وبيتعلق في غصون الأشجار، ولكنه بيقدر يحرر نفسه وبيقع على الأرض. وفجأة بيظهر قدامه قرد اسمه راكا وبيهدده راكا بعصاية القرود المقنعين، وبيكون فاكر واحد منهم. فبيقول له نوى إن هو مش منهم، وبيعرفوا إن القرود المقنعين دمروا قريته وقتلوا أبوه وخطفوا كل أفراد قبيلته، وبيعرفوا باسمه وبيقول له إن هو بيدور عليهم علشان ينتقم منهم. فبيطمن له راكا وبيمد له إيديه وبيعرفه بنفسه وبياخده في جولة في المكان، وبيقول له إن هو كان عايش في المكان ده مع صديقه، ولكن القرود المقنعين قتلوا صديقه، وده لأن راكا وصديقه يبقوا آخر نسل من قبيلة سيزار. فبيستغرب نوى وبيقول له إن هو سمع القرود المقنعين وهم بيهتفوا باسم سيزار. فبيفهموا راكا إن زعيم القرود المقنعين اسمه بروك، ولكنه مسمي نفسه سيزار على اسم قائدهم الأسطوري. وبيقول له إن في قرود كتير ما يعرفوش حاجة عن سيزار واللي عمله علشان القرود، وبيقول له إن سيزار هو اللي وحد صفوف القرود وجمعهم سوا. وبعدها بيوري له قلادة سيزار وبيقول له إن هو ورثها عن أجداده وإن هو محتفظ بيها لحد دلوقتي، وبيطلع كتب كان مخبيها وبيعرفه إنه الكتب دي هي الكنز اللي ورثه عن سيزار. وفجأة بيقف نوى قدام لوحة على الجدار بيكون مرسوم عليها بشر، وبيكون نوى مستغرب من شكلهم لأن هو ما شافش أي بشر قبل كده. فبيعرفوا راكا إن القرود زمان كانوا متعايشين مع البشر، وده معناه إن البشر والقرود ممكن يعيشوا سوا تاني، وإن هو لما يشوف أي إنسان يساعده زي ما سيزار وصاهم. وبعدها بيقرر نوى إن هو يكمل في رحلته ويروح يدور على مكان قبيلة القرود المقنعين، ولكنه بيشوف البنت عند الحصان فبيزعق لها وبتخاف البنت منه وبتجري. فبيتعصب راكا وما بيكونش عاجبه اللي عمله نوى، فبيقول له نوى إن البنت دي هي السبب في كل اللي حصل. فبيرجع راكا وبيجيب حصانه وبيروحوا نوى علشان يدوروا عليها. وفي الطريق راكا بيفهم نوى إن هم لازم يساعدوا البشر، وده لأن هم ضعفاء ومش فاضل منهم كتير على الكوكب. وبيجي الليل وبيقعد نوى وراكا في مكان في الغابة علشان يستريحوا شوية وبعدها يكملوا رحلتهم تاني يوم. وفجأة بيلاقوا البنت قدامهم، فبيرمي لها راكا تفاح علشان تاكل، فبتاخد البنت التفاح وبتاكله وبيظهر إن هي جعانة وما كلتش بقالها فترة. وساعتها راكا بيقول لنوى إن البنت كانت بتمشي وراه لأن هي بتدور على أكل، وبيلاحظ راكا إن البنت بتترعش لأن هي بردانة، فبيرمي لها وشاح أم نوى علشان تحطه على جسمها ويدفيها. وساعتها بيقرر راكا إن هو يسميها نوفا، وده إن الأسطورة بتقول إن القرود بيسموا الاسم ده للبشر اللي هم ما يعرفوش اسمهم. ولما راكا بينام بيقوم نوى وبيتمشى في المكان لحد ما بيلاقي نفسه قدام تلسكوب عملاق، فبيقرب منه وبيبص في العدسة بتاعته وبيكون منبهر لما بيشوف الفضاء. وبيتفاجئ نوى إن نوفا هي كمان بتقرب من التلسكوب وبتبص فيه، وبتكون مستغربة ومنبهرة زيه بالظبط.
وتاني يوم نوا بيحكي الراكا على اللي حصل وبيقولوا إن البنت دي ذكية وبتفهم زيهم، لكن راكا ما بيصدقوش وبيتجاهل كلامه وبيقرر إن هو ياخد نوفا معاهم في رحلتهم. وأثناء ما هم ماشيين بيلاقوا قدامهم مجموعة من البشر، وبتتفاجئ نوفا لما بتلاقي البشر بيشربوا من البحيرة بطريقة بدائية، وبتبص عليهم وهي حزينة لأن البشر انحدروا وبقوا متخلفين. وساعتها نوا بيقول لراكا إنه رحلتهم كده انتهت، وبيعرفوا إن هو هيروح يدور على قبيلته. فبيودعوا راكا وبيديله قلادة سيزر علشان يفتكروا، وبيقول له إن هو هيفضل مع البشر علشان يساعدهم. ولكن أول ما نوا بيمشي من المكان بيهجم سيلفا ومجموعة من القرود على البشر وبيجروا وراهم وبيخطفوهم، وبتحصل حالة من الفوضى وبتبعد نوفا عن راكا وبتفضل تجري بكل سرعتها علشان تهرب منهم. وفي اللحظة دي نوا بيشوف سيلفا وهو بيجري وراها علشان يمسكها، فبيجري عليها بسرعة وبينقذها من سيلفا في آخر لحظة. وبعدها راكا ونوا بياخدوا نوفا وبيهربوا بيها من المكان بسرعة. ولما بيوصلوا لمكان بعيد نوا بيقول لراكا إن البنت دي بتتكلم، وبيقولوا إن هي ندهت عليه باسمه علشان ينقذها. وما بيكونش راكا مصدق كلام نوا كالعادة، ولكنه بينصدم لما بيلاقي نوفا بتقول لهم إن هي بتتكلم وإن اسمها ماي. فبيقعدوا معاها وبيسألها نوا هي ليه كذبت عليهم، فبتقول له إن أمها قبل ما تموت وصتها إن هي ما تتكلمش علشان تحافظ على حياتها، ولكن هي طمنت ليه هو وراكا وعرفت إن هم مش هيأذوها. وبتقول لهم إن هي عارفة مكان قبيلة القرود المقنعين، وبتعرفهم كمان إن قبيلة نوا موجودة هناك. فبيقول لهم راكا إن هم الثلاثة لازم يتعاونوا سوا ويكملوا رحلتهم وينقذوا قبيلة نوا. وبعدها بيوصلوا للنهر وبيعدوا من فوق الجسر الخشب، وفجأة بيهجم عليهم سيلفا والقرود وبيحاصروهم من كل اتجاه. فبيحاول نوا إن هو يدافع عن راكا ومي وبيشتبك مع القرود، وساعتها بتاع مي في النهر وبينط وراها راكا علشان يساعدها. ولكن سيلفا بيكون سيطر على نوا وبيقطع الحبل اللي بيكون ماسك فيه راكا وبيسيبه يغرق في النهر. وبعدها سيلفا واللي معاه بياخدوا نوا ومي وبيرجعوا بيهم على قبيلته. وهناك نوا بيلاحظ إن القرود بيبنوا سد حوالين القبيلة علشان يحميهم من مية البحر وما يغرقوش فيها. وفجأة بيلاقي أصحابه وأمه وبيكون فرحان جدا لأن هم لسه عايشين. أما مي فالقرود بيحبسوها جوا أوضة، وبتستغرب مي لما بتلاقي الأوضة مليانة بالكتب. وفجأة بيظهر قدامها شخص اسمه تراف وبيعرفها بنفسه وبيقول لها إن هو بيعلم ملك القرود القراية علشان يفهم حضارة البشر. فبتتضايق مي لأن تراف بيساعد القرود. وفجأة بيسمعوا صوت الطبول وبيتضح إن ده استقبال للملك بروك زعيم القبيلة. وبيقف بروك قدام القبيلة وبيتكلم معهم بحماس علشان يحفزهم. وبعدها بيأمروا الجنود إن هم يفتحوا باب مخزن كبير جدا. فبيحاول سيلفا وكل القرود إن هم يفتحوا الباب ولكنهم بيفشلوا، وده لأن الباب بيكون ضخم جدا وصلب لأنه مصنوع من الحديد. وبتنصدم مي من اللي بيحصل وبتعرف إن تراف هو اللي حكى لبروك عن المخزن، وبتقول له إن المخزن ده مليان بالأسلحة المختلفة، ده غير إن هو فيه أجهزة متطورة جدا وما ينفعش القرود تحصل عليها لأن ده هيخليهم يقضوا على باقي البشر اللي موجودين على الكوكب. لكن تراف بيقول لها إن البشر عمرهم ما هيتطوروا، وده لأن عدد الأذكياء الباقيين منهم قليل جدا ومش هيقدروا يواجهوا القرود اللي سيطروا على الكوكب خلاص. وبعدها سيلفا بيروح لنوا وبياخده على غرفة بروك، وهناك نوا بيلاقي تراف ومي قاعدين معاه. وبيقول بروك لنوا ان هو اختاره لان هو يبقى زعيم قبيلته من بعد موت ابوه، ده غير ان هو قام برحله مع واحده من البشر وده يدل على ان هو قرد ذكي. وبيقول بروك ان هو عاوز يخلي القرود تتطور ويبقوا زي البشر، وعلشان كده هو عاوز يفتح المخزن ويحصل على كل الادوات اللي جواه لان الادوات دي هي اللي هتساعده على التطور اللي هو بيحلم به. ولكن مي بتقاطعه وبتقول له ان ده مستحيل يحصل. فبيوريها بروك الخريطه اللي كانت مع زمايلها، وده لما جم قبل كده علشان يفتحوا المخزن. وهو بيقول لها ان هو كان عايز يقبض عليهم علشان يجبرهم يفتحوا المخزن وياخد كل حاجه فيه، ولكن زمايلها قاوموا القرود والقرود موتتهم. فبتتضايق مي وبتقول له ان الحاجه اللي جوه المخزن دي تخص البشر ومش من حقه ان هو يستولى عليها. لكن بروك بيقول لها ان المخزن ده ضمن حدود مملكته وبالتالي يبقى ملكه هو مش ملك للبشر. وبعدها بروك بيسأل نوا اذا كانت مي حكت له على طريقه فتح المخزن، فبيقول له نوا وهو مصدوم ان مي ما جابتلوش سيره عنه نهائي. وبعدها بروك بيتكلم مع نوا لوحدهم وبيقول له ان هو مش لازم يثق في البشر نهائي، وبيعرفه ان هو محتفظ بيهم بس علشان هو محتاجهم علشان يعلموه ازاي يستخدم الادوات اللي في المخزن. وبيطلب منه ان هو يساعده علشان يلاقي طريقه ويفتح بيها المخزن، وساعتها هيحقق حلمه ويسيطر على الكوكب كله وبعدها يقضي على كل البشر اللي فيه. فبيسكت نوا وما بيردش عليه، وبعدها بيروح يقعد لوحده وهو حزين وبيكون حاسس بالاحباط، وده لان هو مش لاقي
بيلاقي حل علشان ينقذ بيه أهله من إيد بروك. وفجأة بيجي النسر وبيقف على إيده زي ما كان بيعمل مع أبوه، وساعتها الأمل بيرجع لنوع وبيتحمس لأن هو حس في اللحظة دي إن هو قائد قبيلته فعلا، وبيقرر إن هو ما يستسلمش ويفضل يدور على طريقة علشان يقضي بيها على بروك. وبعدها بيروح نوع المي واللي أول ما بتشوفه بتعتذر له وبتقوله إن هي كانت واحدة من اللي جم علشان يفتحوا المخزن، وإن هي الوحيدة اللي فضلت عايشة وعلشان كده هي خفت تحكي له. فبيسألها نوع عن اللي هي عايزاه من المخزن، فبتقوله إن هي محتاجة كتاب علشان يساعد البشر إن هم يرجعوا يتكلموا ويتواصلوا مع بعض زي زمان. فبيقول لها نوع إن هو هيساعدها بشرط إن هي تدمر السد اللي بيحمي القبيلة من البحر. فبتوافق ميو وبيحطوا خطة علشان ينفذوها سوا. وبعدها نوع بيروح لأصحابه أنايا وسونا وبيطلب منهم يساعدوه في تنفيذ الخطة، فبيوافقوا بدون تردد. ولما كل القروب بتنام بيروحوا كلهم وبينضموا لمي، وبعدها بيروحوا على السد وبتبدأ مي تزرع فيه المتفجرات. وفجأة بيجي ترافو وبيقول لها إن حتى لو هي فجرت السد بروك هيبني واحد غيره. فبتقرب منه مي وبتطلب منه ينضم ليهم علشان يساعدوا البشر، ولكن ترافو بيرفض وبيسيبها وبيمشي علشان يروح يبلغ بروك. فبتهجم عليه مي وبتخنقه لحد ما بيموت. وبعد ما بتتخلص مي من جثة ترافو بتاخد نوا وأصحابه وبتمشي بيهم من طريق سري لحد ما بيوصلوا لمكان معين، وهناك بيتسلقوا الجبل لحد ما بيوصلوا لسطح المخزن وبيقدروا يدخلوا للمخزن عن طريق فتحات التهوية. وبعدها بتروح مي عند لوحة الكهرباء وبتشغل الإضاءة اللي في المخزن وبتطلب من نوا وأصحابه إن هم يستنوا لحد ما ترجع عليهم، وبتسيبهم وبتدخل لغرفة التحكم وبتاخد الهارد اللي عليه كل البيانات. وفي الوقت ده نوا وأصحابه بيلاقوا قصص للأطفال وبيكون مرسوم فيها القرود وهم في القفص، فبيتضايقوا جدا وبيحس نوا ساعتها إن بروك عنده حق وإن هو مش لازم يثق في البشر. ولكن بتيجي مي وبتقوله إن هي هتفتح باب المخزن وبتعرفه إن هو لازم يخرج وياخد قبيلته ويمشوا من المكان بسرعة قبل ما هي تفجر السد وتغرق المكان. وأول ما باب المخزن بيتفتح بيتفاجئ نوا إن بروك مستنيهم قدام الباب، وبينبهر بروك أول ما بيشوف الأسلحة اللي جوه المخزن. وبينده بروك على كل قبيلة نوا وبيقول له قدامهم إن هو ضحى بيهم وآمن بالبشر، وبيأمر واحد من القرود إن هو يمسك سونا صاحبة نوا وبيهدده إن هو هيقتلها لو ما قالهوش على كل حاجة موجودة جوه المخزن. وفجأة بتطلع مي مسدس وبتضرب القرد اللي ماسك سونا وبتموته، فبتخاف القرود كلها بما فيهم بروك نفسه. فبيقول لها إن هي حرة وتقدر تمشي من المكان، وبيشاور على المسدس وبيسألها إذا كان فيه زيه جوه المخزن. وساعتها نوا بيبص لمي لأن هو عارف إن هي هتفجر السد علشان تغرق القبيلة والمخزن علشان بروك ما يستخدمش الأسلحة اللي في المخزن ضد البشر. فبيحاول نوا إن هو يخلي مي ما تفجرش السد علشان قرود قبيلته كلها موجودين وممكن يموتوا، ولكن مي بتعتذر له وبتجري بسرعة ناحية المتفجرات وبتفجر السد. وبعدها المية بتغرق المخزن كله وبيصرخ نوا في القرود علشان يستخبوا من المية، ولكن مجموعة منهم ما بيلحقوش يستخبوا وبيغرقوا. فبيساعد نوا اللي يقدر عليه منهم، ولكن سيلفا بيهجم عليه وبيوقعه في المية، ولكن نوا بيقدر ان هو يهرب منه وبتحصل بينهم مطاردة لحد ما نوا بيستدرج سيلفا ناحية المواسير. وساعتها بيتحشر سيلفا ما بين المواسير وما بيقدرش يتحرك بسبب حجمه، وبيفضل يقاوم علشان يحرر نفسه ولكنه بيفشل وبيغرق وبيموت. وبعدها نوا بياخد قبيلته وبيخرج بيهم من المخزن عن طريق فتحات التهوية، لكنه بيلاقي بروك قدامه وبيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه وبيقول له ان البشر هيسيطروا على الارض وهم هيرجعوا عبيد عندهم، وبيقول له ان هو عمره ما هيسمح بكده وان هو هيبني مملكته تاني، وبيقول له ان هو لازم يقوم ويركع قدامه قبل ما يموته. وبيكونوا كل القرود مش قادرين يدافعوا عن نوا لانهم عارفين ان بروك اقوى منهم كلهم. وبيقع نوا على الارض وبيكون تعبان من كتر الضرب، وفجأة بيشوف النسور في السماء فبيقف نوا وبيفضل يغني بطريقة معينة. فبيستغرب بروك وما بيكونش فاهم نوا بيعمل كده ليه، وبيستغرب اكتر لما بيلاقي القرود كلها بتغني زي نوا. وبتكون الاغنية دي هي الطريقة اللي ابو نوا بيسترعي بيها النسور، وبتيجي النسور فعلا وبتهجم على بروك وبتموته وبترميه من فوق الجبل. وبعدها نوا بيرجع هو وقبيلته لقريتهم وبيعيدوا بنائها من جديد. وبيتفاجئ نوا لما بيلاقي مي جاية تزوره، وساعتها بتقوله ان هي جاية علشان تودعه، وبيتضح ان نوا متضايق منها لان هي كانت السبب في موت عدد كبير من قرود قبيلته. فبتقوله ان الاسلحة اللي في المخزن دي ملك للبشر ومش ملك للقرود، فبيديها نوا قلادة سيزر علشان تفضل فاكرة ان القرود ممكن يعيشوا في سلام مع البشر. وساعتها بتكون مي ماسكة مسدس ومخبياه لان هي كانت خايفة من نوا، ولكنها بتطمن وبتاخد منه
السلسلة وبتكون متأثرة وبتودعه وبتمشي، وبعدها بتروح مي لمكان بعيد في الصحراء وبتخرج من المكان ده زميلتها اللي بتكون لابسة بدلة وقائية وبتاخد منها الهارد اللي هي جابته من المخزن وبترجع تدخل المبنى تاني، وبيظهر إن المكان ده عبارة عن ملجأ لمجموعة من البشر. وبتروح زميلة مي تدي الهارد لزميلها، فزميلها بيحط الهارد في جهاز اتصالات وبيشتغل الجهاز وبيقدروا يتواصلوا مع أشخاص موجودين في مكان تاني على الكوكب. وفي الوقت ده مي بتكون واقفة قدام أطباق الإرسال وبتكون فخورة لأن هي ساعدت زمايلها علشان يتواصلوا مع البشر، وبالتالي هيساعدوا بعض ويرجعوا كوكب الأرض ليهم من تاني. وفي الوقت ده بيكون نوا عند التلسكوب اللي هو شافه بالصدفة في الغابة، وبيبص نوا في التلسكوب وبيظهر إن هو شاف حاجة معينة في السماء وبيخلص الفيلم.